انت ليه بتحب اللي بيوجعك؟ السر في طفولتك. تخيل ان اللي حصل لك وانت عندك 3 سنين هو السبب ان علاقاتك كلها بايظه لحد دلوقتي. عايز تعرف ليه بتحب اللي مش بيحبك وتهرب من اللي عايزك بجد؟ تخيل ان اكتر حاجه بتحدد مصير علاقاتك مش شكلك ولا شخصيتك ولا حتى امكانياتك، ده حضن بابا وماما ليك وانت طفل. والله زي ما بقول لك كده، علم النفس بيقول ان الطريقه اللي اتعامل بيها اهلك معاك، نوعيه الحب اللي اديهولك، الحضن اللي حضنهولك وانت طفل، بتتحكم في طريقه علاقاتك العاطفيه طول عمرك بدون ما تحس. علم النفس بيسميه attachment styles، أنماط التعلق. المفاجأة بقى إن 70% من الناس بالفعل عندهم أنماط تعلق غير آمن. يعني يا إما تتعلق بزيادة وتخاف يسيبوك، يا إما بتهرب من أي حد بيقرب منك وبيحبك بجد. طب ده بيحصل إزاي؟ دماغ الطفل وهو عنده من 2 ل3 سنين بيبني خريطة عاطفية مصدرها الأول والأخير تعامل الأب والأم. لو الأهل كانوا حنينين، مصدر أمان وحب، بيهتموا بالطفل وبيرعوه وبيحتووه وبيتعاملوا معاه بطريقة سوية وسليمة وصحيحة، بيتكون عنده تعلق آمن وبيكبر واثق في نفسه وبتكون علاقاته سوية ومستقرة. لكن لو الأهل كانوا قاسيين، مهملين، باردين أو متقلبين، مرة حنان مرة قسوة، بيتكون عندك نمط تعلق غير آمن. بتبقى دايما محتاج حد يطمنك، محتاج حد يقولك أنا مش هسيبك، بتخاف جدا من الهج وبتجري ورا اللي مش عايزينك. أو يكون عندك نمط تعلق تجنبي، بتخاف من أي حد يقرب منك، بتتخنق من الحب زيادة وبتهرب من العلاقات المثالية والعلاقات الستيبل المستقرة، عايز دايما أكشن في العلاقة. أو ممكن يكون عندك نمط تعلق متردد متذبذب، تبقى عايز الحب وهتموت عليه لكن مرعوب منه، فتقعد تقرب شوية وتبعد شوية. ده مش بس على مستوى المشاعر، ده كمان الجهاز العصبي بيتأثر. تلاقي الأميجدالا اللي هي اللوزة الدماغية المسؤولة عن الشعور بالخوف بتبقى حساسة بزيادة، وهرمون الكورتيزول بتاع التوتر والقلق بيشتغل أوفر، والجهاز العصبي بيتبرمج على إن الحب بيساوي خطر. باختصار، علاقاتك العاطفية النهاردة بتدار من ذاكرة اتخزنت في دماغك من وانت طفل. المصيبة بقى ان انت ممكن تفضل طول حياتك بتعيد نفس السيناريو اللي اتخزن في الذاكرة العصبية من 20 سنة، فتلاقي نفسك ما بتنجذبش غير للناس اللي بتتجاهلك وبتأذيك نفسيا. مدمن علاقات توكسيك، يعني بتهرب من اللي بيحبوك بصدق. طب وبعدين؟ ما تخافش، عندي ليك خبر حلو. اطمن، دماغك مش محكوم عليها تفضل كده. علم الاعصاب بيقول ان احنا عندنا خاصيه في دماغنا اسمها النيوروبلاستيسيتي، تقدر تبرمج دماغك من اول وجديد على علاقات صحيه ومستقره بجد. طب الحمد لله. طب يا ترى ازاي؟ بالعلاج النفسي وكسر دايره العلاقات المؤذيه واستبدالها بعلاقات سويه ومستقره. بس خد بالك طبعا محتاج شويه وقت وصبر علشان تكسر الحلقه دي، علشان تقدر تختار علاقه مختلفه، مش علاقه بتعيد جروح الطفوله. فكر كده، يا ترى انت بتحب مين؟ اللي بيديك امان ولا اللي بيعيشك في قلق؟ لو عايز تعرف نمط تعلقك وتغير حياتك العاطفية، اكتب كلمة تعلق في الكومنت واعمل